يا مساء الخيرات على احلى اخوات، معاكم جو كرشبوي وكيرو من قناه كرشبوي. حبيبي يا جو. حبيبي يا كوكو، وحشنا كالعاده حبايب قلبنا. اليوم مطعم جديد في شارع البحر او انقره سابقا، احكي لنا القصه. يلا يا جماعه، احنا هنجرب مطعم جديد اسمه خلطه بيضه بالصلصه، وده تقريبا اول فيديو نعمله بعد مكرونه الازمه اللي كان عالمي وعلم معانا جامد. ده بيعمل مكرونات زي غالبا مكرونه الازمه، فنتمنى ان هو يبقى بنفس المستوى، زائد ان هو عنده سندوتشات دي ما كانتش حصل. عند مكرونه أيوة. الازمه. جبنا كل حاجه كده، لعبنا شويه في المنيو وهنظبط الحاجه ونرجع لكم على طول. وعايزين ايه؟ عايزين 5000 لايك وشير في كل مكان. واللي لسه ما اشتركش في القناه بعد اذنك اشترك وفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد من كل ما هو جديد، ونرجع لكم على طول. وها قد حضرت الاشياء. يلا بينا. مبدئيا ريحه سجق شعبي كده بتاع الشارع، فانا مبسوط مبدئيا. وادي معانا هنا واحده طاسه او مكرونه ايا كان. شطه زيت دي ولا ايه؟ شطه زيت دي ولا ايه يا جو؟ ودول علبتين مكرونه كبار. ودي اخر حاجه، ده طاجن شكله تقيل قوي يمسك يا جو. ايه ده؟ الله، اكيد فخار. تعال نغش فخار. ده اتقل واغلى طاجن معانا النهارده. هنخليه في الاخر. خليلي الاخر. ايوه عشان تتشوقوا. هنظبط الحاجه دي ونرجع لكم على طول. ونبتدي بسم الله. اول حاجه معانا زي ما انتم شايفين كده، ده عرض بيجي عباره عن مكرونه بالكبده ومكرونه بالسجق، وتختار اي سندوتشين من المنيو ما عدا الفراخ، تختار اي سندوتشين تاني. سعر الاوفر ده بصراحه ممتاز، 100 جنيه. يعني بتاخد سندوتشين واتنين مكرونه ب 100 جنيه. حلو. يا مسهل. وبيجي معاهم شطه ودقه، احنا هندوقها كده عشان ايه ما نتلخبطش. يلا بسم الله. يلا. انا خدت معلقه وكوكو معلقه وهندوق. طب مبدئيا انا واثق ان الكبده دي هتعجب كيرو مبدئيا، دي ما فيهاش كلام. ولكن انا عندي تعليق. مقطعها تخين قوي ليه مقطعها تخين قوي؟ بس الموضوع لذيذ وكان في ريحه زفاره، بس بصراحه في الطعم مفيش زفاره. والصلصه هنا جميله جدا برضه وتقيله. وتسويه المكرونه 10 على 10. كلام جميل. بالنسبه للسعر ده لا ما اقدرش اتكلم. يعني لا يقل عن الازمه بصراحه. كوكو رايك؟ عجبني جدا المكرونه، فعلا مستواها حلو، والصلصه بتاعتها مسكره وكتيره وتقيله. الكبده طعمها حلو، وطبعا هي خفيفه مش تقيله. ممكن تزيد شويه، بالنسبه لي مش هتضايقني يعني برضه ايه. انا ضايقتني عشان مش الكبده القويه. هي لو زادت شويه برضه هتبقى يعني مش مضايقاني. تمام. طبعا احنا هنقيم الاوفر في الاخر بالظبط. مثلا ممكن نقول دي عجبتنا ولا لا. دي عجبتنا جدا طبعا، ممتازه مظبوط. ممتازه. وهنقيم الاوفر كله في الاخر. بالظبط. هنجيب اللي بعد كده ونرجع لكم. ويلا بينا بقى نبتدي ايه بالسجق. زي ما انتم شايفين كده شويه سجق حلوين قوي. ده سجق اللي هو المدخن. يلا بينا ندوق. الساندوتش ده بيتباع لوحده ب 25 جنيه. يلا بينا. سجق مدخن شعبي جدا بتاع اي عربيه بتبيعه في الشارع ب 6 وب 7 وب 8 جنيه. فان هو يعمله لي ب 25 جنيه لا. قول. انا ما بيعجبنيش السجق المدخن. والله في ناس بتعمله حلو قوي، بس ده كمان يعني مش من الحلوين. هو احنا ليه حاطين دول بالصلاه على النبي؟ ممكن نشيله. ايوه. ودلوقتي بقى نخش على طول بالكبده اللي متشمم كبده ولحسه طحينه ولحسه فلفل. برضه جوه العرض ب 100 جنيه، ولكن بره العرض ب 25 جنيه. يلا بينا. نفس الموضوع اللي كان في المكرونه. كبده لذيذه، بس ممكن محتاج شويه طحينه، محتاج الكبده تزيد يعني. ما اعرفش هو مقلل الكميات كده عشان اوفر، ولا انا لما اجي ادفع 25 جنيه بقى في الساندوتش ده لوحده هيملاه. لو على هذا الوضع لا طبعا غير موافق تماما، لان الكميه ما ترضيش حد. الكبده قليله فعلا. فلو هتعمل عرض خلي الكميات هي ما اعرفش بقى. فانا هقيمك على ان ده ب 25 جنيه، فانت ضايع في الاثنين ضايع خالص. طيب هنجيب اللي بعد كده ونقيم الاوفر ده في النهايه. اخر حاجه معانا في الاوفر زي ما انتم شايفين كده، مكرونه بالصلصه الجميله والسجق الشرقي، وكده نبقى ختمنا ال 100 جنيه. يلا يا باشا بسم الله. يديله مكرونه وسجق. هرجع واقول نفس الفكره. سجق بتاع اي عربيه متواضعه في الشارع هو نفس ذات السجق. المكرونه والصلصه ممتازه. كوكو. اتفق مع جو، السجق على قده، توابله مش قويه خالص. ايوه مش افضل سجق خالص، يعني نفس مستوى السجق المدخن. فلا المكرونه الصلصه حلوه، السجق للاسف السجقات عندهم ضايعه. ونخش بقى اللي بعد كده يا جماعه. زي ما انتم شايفين ده سندوتش اللحمه وسعره 25 جنيه. ويمكن اللحمه هنا حلوه شويه. الله ندوق 25. 25 يلا بينا ندوق. ده طعم غني قوي قوي. طعم ليا. شفتوا طعم الليا دي؟
فيها طعم ليا فعلا قوي جدا، بس مفيش طعم لحم. يعني انتوا عارفين اللي هو ايه، عارفين لما تجيب رغيف حواوشي وتحط فيه ليا كده فيبقى حواوشي بالليا من غير اللحمه، هو نفس الموضوع. لا ما بسطنيش. هي اللحمه قليله برضه في الساندوتش، مفيش طعم لحم اساسا. المشكله عندهم في الكميات. طيب نعد. يلا بينا. 1 2 3. برضه 4 من 10. انا 1 من 10 وكيرو 4 من 10، وهنجيب اللي بعد كده ونرجع لكم. ضحكت عليكم، انا قلت لكم هخلي الطاجن اخر حاجه، فالناس ايه هتجري للاخر، هيلاقوا مش الطاجن اللي موجود عشان جبناه قبل الاخير. زي ما انتم شايفين كده، ده طاجن مكرونه بالموتزاريلا بميكس لحمه وفراخ، سعره لا. 110 جنيه. ايوه ده طاجن موتزاريلا فراخ. لا لا فراخ ولحمه. اللي جوه. التاني الفراخ ولحمه، اللي جاي ده فراخ بس. لا مؤاخذه، ده فراخ بس ب 110 جنيه. أيوة. يلا بينا. كويس عشان كنت هتخانق معاهم دلوقتي، فين اللحمه؟ طب ما في لحمه مفرومه اهو يا باشا. المعصب ده ايه؟ انا اعرف المفروض ده فراخ. طب هي فين الفراخ؟ غلط ولا ايه؟ ما اعرفش، انا فاكر ان هو كان فراخ لحمه تقريبا. لا اللي التاني جوه اللي جاي. فعلا. طب هو انا لغايه دلوقتي ما عملتش فراخ، ولا انا. هي لحمه بس. لا استنى دي كده هتقلي. طيب وانا هدور على قطعه فراخ ونرجع لكم. وبعد رحله البحث عن الفراخ جات لنا الفراخ، بس بص الموتزاريلا عالميه. يلا بينا ندوق. ده تونه ده ولا ايه؟ والله العظيم زي التونه. طعم الصلصه هنا اوفر جدا ومش لايق مع الموتزاريلا. الفراخ طعمها تونه اساسا، فراخ مهريه كده عامله زي التونه. لا 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 احنا رحنا. استنى ايه، انا مش ما تقوليش استنى دي، سيبنا اتكلم اقول للناس اللي جوايا. ده مسخ بطعم التونه. لا طعم موتزاريلا اللي كانت بتشد دي باين، ولا طعم الصلصه حلوه، ولا طعم المكرونه باين. الموضوع الفراخ دي مع التعصيجه، الموضوع مش راكب مع الموتزاريلا. اتس مسخ. ده رايي انا، نسمع راي عم كوكو. انا ما حسيتش بطعم اللحمه الصراحه اللي كنت شايفها على الوش. لا دي تعصيجه بس تقريبا. الصلصه هنا قويه جدا جدا وقاضيه على الموتزاريلا، مخليه طعمها وحش. الفراخ طعمها ما حضرش معايا الصراحه. تونه يا ريتك، انا خدت اصلا، خدت حته كبيره. لا انا كانت عندي حته صغيره. الطاجن متشمم اصلا فراخ، سعره 110. لا حاجه ما لهاش طعم، حاجه ليست ذو قيمه وليست خلطبيطه بالصلصه. انت كويس بس بعد انت كده خلطبيطه بالصلصه فعلا. خلطبيطه. لا لو هنقارن هنا بقى بالازمه، بالمكرونه الازمه، لا 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 لا. هي بس الطبقين المكرونه اللي كانوا في الاول حلوين بصراحه. يعني خليكم في الستاندرد، بلاش تفتكسوا. بالظبط. نعد. يلا بينا. 1 2 3. للاسف سيء جدا. هنجيب اخر حاجه ويا رب تعجبنا. ونخش بقى باخر حاجه. والحمد لله انها اخر حاجه. اتفضل. زي ما انتم شايفين كده، دي علبه مكرونه خلطبيطه. ايوه. بتتعمل باثنين اختيارات، 2 نوع من اختيارات. أيوة. احنا جبناها لحمه وفراخ، سعرها 55 جنيه. ده حجم الصغير. والله العظيم انا مالي نفس. طب اتفضل انت من ايدك. انا ما اعرفش، انا قافل خالص. ماشي، ناخد ايه معلقه من تحت لفوق اهي بالصلصه. ونقول بسم الله. طب هتقولوا عليا مجنون، قولوا براحتكم، بس انا عجبتني الفراخ مع الصلصه مع الكشري. ده كشري مكرونه اللي هي الدواير والسباجيتي. تمام. ممتازه المكرونه مع الصلصه مع الفراخ اللي ما كانتش عجباني خالص في اللي فاتت، بس هنا كانت قطع كبيره وليها طعم فراخ، انما هناك كانت تونه. واللحمه هنا ما حسيتش. لا مفيش طعم. انا برضو هنا المكرونه عجباني بالصلصه والفراخ شغاله مش وحشه. بالظبط. يبقى متفقين انا وكيرو في اخر حاجه. ونعد 1 2 3. 7 من 10 وكيرو 6 من 10. اوفر اول تجربه مطعم النهارده يا عم كوكو، قول لنا رايك. السندوتشات ابعدوا عنها خالص لانها فاضيه ومش قد كده. المكرونات خليك في الستاندرد اللي هو ايه، ابعد عن الموتزاريلا، خليك في المكرونات الساده اللي قلناهم في الاول، بالكبده بالفراخ لا بلاش باللحمه برضو، اللحمه عندهم مالهاش طعم. يعني هنعتبره مطعم متواضع. للاسف ما عجبناش حاجات كتيره النهارده ومفيش حاجه واو معانا. احنا تقريبا اقصى رقم كان هو ده، كان 6 6 وانا 7 وشكرا. بعد كده اصفار وحايد واثنينات وثلاثينات. فما انبسطناش النهارده للاسف من عم خلطبيطه بالصلصه. وفعلا انت خلطبيطه بالصلصه حرفيا للاسف. ونعد. يلا بينا. 1 2 3.
انا 4/10 وكيرو قسم على الاتنين 2/10. وعايزين ايه يا باشا؟ عايزين 5000 لايك شباب في كل مكان. واللي لسه ما اشتركش في القناه بعد اذنك اشترك وفعل زر التنبيهات عشان يوصلك كل جديد، ونشوفكم على خير في فيديوهات جديده. وكان معكم جو كيرش بوي وكيرو، سلام.